الفترة اللي أنا باعدّي بيها اليومين دول خلّتني أراجع نفسي في كَم النِّعَم اللي كانت حواليّا، وكنت ألفاها جدًا، بيت صغير، مكان بعيد، يعني ما شُفتش أبدًا إنه أحسن من ما فيش، والإحساس دوّة خلّاني أفتكر إنه وأنا حامل جالي حاجة اسمها حزام ناري، ربنا يا رب ما يكتبه على حد أبدًا، كنت باقول وقتها ده عذاب ربنا في الأرض. رحت لكل الدكاترة ما حدش عارف مالي، وسمعت كمية تشخيصات غريبة، حتى دكتورة النسا نفسها ما عرفتش، خاصة ان هو كان في مكان غير معتاد. ولحد ما بنت خالتي ربنا يبارك لها قالت لي روحي مستشفى اسمها الحوض المرصود، يعني اكيد هتلاقي وفعلا عندهم رحت تشخيص. وقالوا لي ده حزام ناري لا يمكن الألم يتوصف، وكتبولي علاج. الدكتورة وقتها قالت لي قرص مع كل أذان. كنت ساعتها بفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. عمري في حياتي ما كنت بستنى الصلاة قد الوقت ده. ولكن بعد يومين دكتورة النساء وقفتهولي وقالت لي غلط على الجنين. كنت أشبه بالمجنونة حرفيا، وكنت في الوقت ده بستغرب أنا ازاي كنت تعبانة من تعب الحمل العادي، وازاي كنت بشتكي منه. فاللهم لك الحمد لما أخذت، ولك الحمد لما أعطيت، ولك الحمد على كل شيء. كلكم قلتولي أنزل جملة ماركت، شكرا ليكم بجد. الأسعار تعتبر زي القاهرة وأحسن، وحرفيا لقيت فيه كل حاجة أنا ممكن أحتاجها. واللي ما يعرفش الغردقة ما بنشربش مية من الحنفية، بنشرب مية معدنية. بس لكم أن تتخيلوا أنا خايفة ازاي بعد آخر فيديو عن المية المعدنية في مصر. فيا ربنا يستر ويعدي الفترة دي على خير. بس انا مبسوطة جدا باكتشاف جملة ماركت لانه قريب مني قوي، والاسعار عنده حلوة جدا. وتعالوا اقول لكم على احسن طريقة لكشري الحلة الواحدة، وده من الاكلات المنقذة ليا لان انا بحاول ادور على الاكلات اللي بتاخد حلة بالكتير. حطيت نص كوباية زيت، واول ما غلي او قدح حطيت بعد كده البصل وعليه نشا. المفروض ان انا احط النشا قبل ما انزله في الحلة، بس انا نسيت فحطيته هو في الحلة. واول ما بياخد لون دهبي بطلعه. بعد ما بحمر في حلة تانية باخد شوية من الزيت، بحط عليه معلقة توم صغيرة، وبعدين معلقتين صلصة طماطم معلبة، رشة سكر، وبعد كده بنزل بخليط الطماطم ومعلقة خل، توابل فلفل اسود كزبرة كمون. ولما تستوي في الاخر بملحها. في باقي كمية الزيت بحط نص كوباية شعرية. اول ما تتحمر وتوصل للون دوت كوبايتين من الرز، واهم حاجة اغلفهم كويس قوي بالمادة الدهنية. انا بحاول اقول لكم الاساسيات بتاعة الوصفة، اللي عاوز يزود حاجة او يعمل حاجة براحته. وبعد كده بنزل بالعدس بجبة اللي انا كنت نقعاه حبة حلوين قبلها، وبعد كده كوباية من المكرونة الحلقات، كله يتغلف كويس قوي في المادة الدهنية، والتوابل ملح وكمون فقط. بعد كده المكرونة الاسباجيتي بكسرها عكس عكاز كده، وانزل بماء مغلية واسيبها لحد ما تبقبق، واول ما تبقبق كده اقوم مغطياها تلت ساعة بالظبط. واول ما تستوي لازم اقلبها كويس حتى لو مش هاكل منها عشان ما تعجنش. وبعد الغداء اخدت حبايتين من الهيرسكينو عشان خاطر تساقط شعري. اللينك بتاعهم هتلاقوه موجود تحت صورتي في البايو عندي، او اكتبولي في الكومنتس وانا هسيب لكم اللينك بتاعهم. فلوج النهارده خلص، ولو عاوزين تعرفوا بقضي يوم ازاي في الغردقة ما تنسوش لايك وفولو، وباي باي.